بيبدأ مسلسل لعبة الحبار بعد أحداث الجزء الأول بعد ما جي هون كسب اللعبة وبقى معاه فلوس كتير فشخ، وبيكون مسافر أمريكا لكنه بيلغي الرحلة وبيرجع عشان ينتقم من الناس اللي عاملين اللعبة ويوقفهم عن اللي هم بيعملوه. لكن فجأة حد بيرن عليه وبيقول له إن هم هيخلصوا عليه لو فكر يعمل أي حاجة، بس جي هون بيروح قايل له بقى بكل شجاعة أنا مش خايف من حد وأنا هعمل كل حاجة أقدر عليها عشان أوقف اللعبة دي. المهم بيروح وبيركب تاكسي وبيروح فندق، وأول حاجة بيعملها إن هو بيخش الحمام وبيفتش في جسمه كله عشان هو حاسس إنهم بيراقبوه، وبيكون إحساسه طبعا في محله لأن هو فعلا بيلاقي جهاز تعقب محطوط تحت الجلد ورا ودانه وبيتخلص منه. وبعدها بيشوف وانج في المستشفى، وده بيكون الضابط اللي كان دخل اللعبة وهو متنكر عشان يلاقي اخوه، واخوه ده طلع المسؤول عن اللعبة اصلا، واللي لما شافه ضرب عليه نار عشان يخلص عليه، لكن هو وقع في البحر وما ماتش. ومن ساعتها وهو في المستشفى وبيكون لسه فايق وبيشوف امه واللي بتكون مبسوطة جدا ان هو فاق. وبعد سنين بنشوف وانج واللي بيكون راجع الشغل تاني واشتغل ضابط مرور، لكن كل اللي همه ان هو ينتقم من اخوه على اللي هو عمله فيه. وبعد الشغل بيروح يقعد مع مديره القديم في الشغل وبيتكلم معاه وبيقول له على موضوع الجزيرة اللي كان عليها، والمدير بيقول له انهم دوروا على كل الناس اللي هو قال عليهم لكنهم ملقوش ليهم اي اثر في اي حتة، ومفيش اي حاجة بتثبت ان كلامك ده صح غير الطلقة اللي جت في كتفك. وبيسأله لو انت فاكر شكل الشخص اللي ضربك، فوانج بيروح ساكت كده شوية وبيقول له ان هو مش فاكر حاجة خالص عن الموضوع ده. وبعدها بنشوف جي هون واللي بيلاقي حد بيخبط عليه وبيروح يبص فبيلاقي كارت اللعبة موجود قدام الباب، فبيمسك المسدس وبيفتح الباب وبيلاقي صاحب اللعبة فبيقعد يضرب عليه نار. لكن بعدها بنكتشف ان كل ده كان حلم وان هو طبعا ما استغطاش كويس قبل ما ينام. وبيلاقي جرس الباب بيرن، بس ده طبعا بجد بقى بعد ما صحى، فبيروح يشوف وبيلاقي المساعد بتاعه، وبنعرف ان هو مشغله معاه عشان يدور على الشخص اللي بيلبس بدلة وبيوزع الكروت على الناس في المحطات بتاعة المترو. وبيقول له ان هم دوروا في كل حتة وفي كل المحطات من سنتين وبس هم مش لاقيين اي اثر للموضوع ده. وبيقول له كمان يبطل يدور عليه ويسيبه من الموضوع لان الكلام ده شكله مش حقيقي وان انت كنت بتهلوس. فجي هون بيقول له ان هو دخل اللعبه دي من سنتين وانهم غالبا هيبداوا اللعبه دي مره تانية قريب، وبيديله فلوس عشان يكمل شغله. فالمساعد بتاعه بيقول له ان هو هيدور تاني، وبنكتشف ان المساعد ده زعيم عصابه وانه بيعمل كده عشان في ناس من اللي كانوا عليهم فلوس ليه اختفوا في نفس الوقت اللي جيهون بيقول عليه. طبعا هم اختفوا في لعبه الحبار بس هو ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. وبيلم رجالته وبيقول لهم على شكل الراجل عشان لما يشوفوه يعرفوه، وبيوزعهم على كل المحطات وبيروحوا وبيدوروا عليه وبيتصوروا مع اي حد هم شاكين فيه او هو مثلا حاسين ان هو شبهه او حاجه، وبيروحوا باعتين الصور للزعيم بتاعهم عشان يتاكد ان هو ده ولا لا. وبنشوف وانج واللي بيكون رايح المينا وبيقابل قبطان السفينه، وبنعرف ان هو ده الراجل اللي انقذه لما وقع في الميه، وانه من اول ما فاق وهو بيدور على الجزيره اللي هو كان راح لها قبل كده، وبيكون معاه خريطه وبنشوف ان هو راح معظم الجزر اللي في البحر لكن لحد دلوقتي ما وصلش لحاجه. والكل في الوقت ده بيبدا يفقد الامل في انهم يلاقوا حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. وبعدها رئيس العصابة والمساعد بتاعه بيكونوا قاعدين في محطة مترو وبيسمعوا صوت حد بيلعب بكروت، وبيبص وبيلاقوا الراجل فعلا موجود، فبيصوروه وبيعطوا الصورة لهوانج. وأول ما بيشوف الصورة بيتفاجئ وبيكونش مصدق نفسه، وبيقول لهم يراقبوه على بال ما هو يجي، وبيجري بالعربية بتاعته بسرعة عشان يلحقهم. وهم في الوقت ده بيكونوا ماشيين وراه، والراجل بيروح عند مكان فيه ناس مشردين وبيطلع لهم ورقة حظ ورغيف عيش وبيقول لهم يختاروا، فكلهم طبعا بيختاروا ورقة الحظ وكلهم بيخسروا. فبيروح رامي العيش على الارض وبيقعد يدوس عليه بكل غباء عشان يبوظه، وبيقول لهم ان انتوا في عز جوعكم اخترتوا لعبة حظ، فانتوا اللي رميتوا النعمه بايديكم وتستاهلوا كل اللي يحصل لكم. وفي الوقت ده الشرطه بتوقف وانج وبيعملوا له مخالفه لانه هو سايق بسرعه جنونيه، وزعيم العصابه بيرن عليه وبيقول له ان الراجل ركب تاكسي وهيمشي وهم كمان بيركبوا تاكسي ورايحين وراه. فهوانج بيدفع الفلوس وبيمشي بسرعه عشان يلحقهم، لكن الشرطي بعد ما هوانج بيمشي بيستغرب جدا لانه كان معاه موبايلات كتيره، فبيقول لزميله واللي بيكون وانج اللي هو الضابط بتاعنا بيقول له ان انا حاسس ان انا عارف الاسم ده، وبيحس ان هو عارفه فعلا. فوانج بيروح يدور عليه وبيكتشف ان هو الشخص اللي طلب منه المساعده قبل كده، فبيدور عليه وبيدور على المكان اللي هو ساكن فيه وبيعرف الفندق اللي هو قاعد فيه. وبنرجع لزعيم العصابه واللي بيكون بيراقب الراجل وبيخش وراه في شارع مقطوع عشان يمسكه.
لكن اول ما بيقربوا منه بيروح مطيرهم وبيكسرهم وبيسيبهم وبيمشي. وفي الوقت ده جيهون بيوصل المكان اللي هم فيه وبيتصل عليهم لكنهم ما بيردوش، وبيلاقي السكينه بتاعت المساعد بتاعه وبيحس ان الراجل خطفهم، وفعلا بيكون عمل كده لان الراجل بيكون خطفهم وربطهم وخبطهم علقه بنت وسخه، وكمان بيقعد يحقق معاهم عشان يعرف هم ماشيين وراه ليه اصلا، وبيقول لهم انهم هيلعبوا معاه لعبه حجر ورقه مقص وهنحط رصاصه واحده في المسدس واللي هيخسر هو اللي هيموت. وبتبدا اللعبه وبيكونوا مرعوبين والزعيم بيلعب لكن المساعد بتاعه بيكون خايف، فالراجل بيروح ضارب طلقه في دماغه لكن من حسن حظه ما بتجيش، وبيقرر يلعب وكل مره بيتعادلوا فيها هو بيقرر يقلل الاحتمالات وبيحط رصاصه زياده عشان يخلص اللعبه بسرعه. وبيقعدوا يلعبوا لحد ما الزعيم بيقرر ان هو يخسر عشان المساعد بتاعه يعيش، وفعلا الراجل بيروح ضارب وبيخلص عليه، وبعدها الراجل بيمسكه وبيعرف كل المعلومات وان جي هون هو اللي قال لهم يدوروا عليه. وفي الوقت ده جي هون بيروح لكن بيحس ان في حد في البيت، وفعلا بيلاقي الراجل ابو بدله مستنيه وبيساله انت ليه يا معلم بتدور عليا؟ طب لو انت عاوزني ما انا اجي لك انا. فجي هون بيعرفه ان هو مش خايف منهم وان هو هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يوقف اللعبه دي. فالراجل بيقول له انت فاكر نفسك مين جون سينا؟ يعني الموضوع مش بالبساطه دي. وبيعرفه ان المسؤولين عن اللعبه دي ناس خطيره جدا. فجي هون بيقول له انت بتقول كده عشان انت طبعا بس منصاع ليهم لكن انا لا. فالراجل بيقول له يا معلم انت كنت منصاع زي عادي جدا قبل ما تكسب اللعبه، لكن انت الظاهر لعب معاك وبدات تحس ان انت ايلون ماسك. وبيقول له ان انا معايا ليك هديه في جيبي بس قبل ما تاخدها هنلعب لعبه واللي هيكسب هياخدها. وبيبدا يقول له على قواعد اللعبه وبيقول له ان احنا هنحط رصاصه واحده في المسدس وهنلفه مره واحده بس ومش هنلفه تاني وهنضرب لحد ما حد فينا يموت. وجي هون طبعا بيوافق لانه عاوز يوصل لاصحاب اللعبه باي طريقه، وبيقعدوا يضربوا لكن كل مره ما بتكونش هي الرصاصه لحد ما بيوصلوا لاخر محاولتين، وبيكون الدور على جي هون واللي بيكون متردد ومش عاوز يكمل بس بيروح ضارب وزي ما تيجي وحظه حلو وما بتكونش هي الرصاصه. وبكده بيكون الراجل اللي قدامه مات خلاص فعلا لان ما عادش الا رصاصه واحده، وبياخد المسدس وبيخلص على نفسه. وبكده بتنتهي الحلقه. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية. سلام.